سلام البنات، رجعت لكم حبوبات فيديو جديد بعد ما ضليت عليكم بمشاركتي بالمعرض. كان بزاف جاوني يعني دي ميساج قالوا لي حطينا الوصفه تاع البوب كيك اللي راه امامكم بالصوره. قلت ما نبخلكمش، مع انه كنت مصوره غير هذيك الوصفه تاع البوب كيك، ما كانش عندي الوقت كامل نصور الوصفات. لحسن الحظ كان عندي لا فيديو مقبل، حبيت نشاركه معكم. بالنسبه للوصفه فيها هذا الكاطو اللي يجي شغل عجبني باسكو ما يجيش حلو بزاف ويجيك شغل بنين. بهذا الشكل نطحنه في الروبو عادي ونطحن الكاوكاو ثاني. برك الكاوكاو كي تطحنوه عاودوا حمصوه باش يعطيكم بنه. بون هاو الكاطو تاعي طحنته في الروبو، وهاو الكاوكاو تاعي بعد ما طحنته شويه خشين وزدت حمصته في المقله، يعني حمصته ولا حمصه في الفرن نورمال. وهذه صوص شوكولا راح نخلي لكم المكونات تاعها في صندوق الوصف. درت خدمتها بالماء هكا باش الحلوى تاعكم ما تفسد لكمش، كيما على بالكم الحليب كي يطول بزاف يفسد. خدمتها بالماء والشوكولا وكامل. نخليكم كل المكونات في صندوق الوصف هكا باش ما يجيناش الفيديو طويل. بون جبت هذاك الكاطو اللي طحنته وجبت الكاوكاو تاعي، يعني وصفه سهله ومهله. كان بوب كيك كنت حضرت في فيديوهات مقبله، يعني درتهم بالكيك، تفتي الكيك وديري له شوكولا ولا ديري له كريم شانتي ولا كريمه بور. برك بغيت هذه الوصفه مليحه، شغل تقدري تدسيها وتشدلك اطول فتره ممكنه، ماشي كيما الكيك يعني في نهار ولا اون سيمين ولا صاي. نجيبوا هذاك الكاطو ونخلطوه مع الكاوكاو ومن بعد طابلة او شوكولا وزدت لهم ملعقه شوكولاته الطلي باش تزيد تعطينا البنه. وتحصلت على هذه الشوكولا وراني نعجن بها حتى نتحصلوا على عجينه تكون بهذا الشكل طريه هكا. هنا نجي نشكلها الى دوائر. اذا عندكم ميزان يسهل عليكم الطريقه، يعني باش يجوكم كامل الحبات كيف كيف. انا عيني ميزاني وجوني كاع الحبات كيف كيف. الكب كيك تاعنا، شوفوا ملاحظة هنا البنات درتها في الليل وخليت هذو غطيتهم بساشي وخليتهم في الفريجيدار حتى غدوهم ذاك الصباح رجعت ليهم. شوفوا هذوك هنا كان فاتني الفيديو، نحذف لي المقطع كيما كنت ندخل هذاك العود تاع الخشبي نديرو في الشوكولا ونعاد نديرو في ذيك الحبة. درت كامل بذيك الطريقة، يعني نحكموا العود تاع الخشبي تاعكم ديرو في الشوكولا مذوبة وتعاودوا تدخلوه في ذيك الكرية تاعكم باش يشد روحه باش ما يطيرش هذاك المطرق. وتقدروا تستخدموا اي اعواد كاين هذوك لي سبيسيال تاع البوب كيك ولا ديروا هذو، يعني لكم الاختيار.
كيما راكم تشوفون نضغطوا نديروا في الشوكولا ونخليهم نخليهم حوالي 5 دقائق ولا حتى تنشف هذيك الشوكولا داخل. ومن بعد نبدا نعاود ندير لهم الشوكولا من فوق. ان شاء الله كنتوا فهمتوني لانه المقطع نحذف لي حتى شفت باللي مانيش نكاميري. المهم هنا بالنسبه لطريقه التزيين حبيت طريقه تزيين متنوعه ومختلفه لانه الاطفال كما على بالكم يبغوا الالوان ويبغوا التنوع في الحلويات. كاين اللي درت لها ديك الحلوى تاع الشوكولا، كاين اللي درت لها لي بيبيت، كاين اللي درت لها حبيبات هذوك الملونه، يعني كل وحده وعطيت لها الشكل تاعها المميز بهذه الطريقه. بالنسبه للشوكولا ضفت لها ملعقه الزيت فقط، ما ضفت لها ولا اضافه. الشوكولا من احسن تخلوها كيما راهي باش تعطيكم نتيجه مليحه، باش ما تسيحلكمش وباش تبقى شاده روحها. كمل كامل التزيين. هنا درت شوكولا بالحليب وراح نزيد ندير شوكولا بيضاء هكا باش يكون تنوع في الحلوى تاعنا. وهذه الحلوى بزاف سهله. والأطفال حضروها في لانيفرسير، في أعياد الميلاد، في الحفلات المدرسية، راح تعجب بزاف الأطفال. ويعني كل وحدة تبدح فيها. يعني شوفوا البنات كيفاش جا الشكل تاعها بزاف شباب. وراح نزيد يعني ندير بالشوكولا بلون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم حبيباتي. شوفوا الشكل تاعها كيفاش جا شباب. زدت لها ان بتي ديكوراسيون بالحاشيه وهذوك اللي امبريميتهم لصقتهم الفوق باش يعطينا شكل مغري. نتمنى عجبكم لا فيديو تاعنا اليوم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي.